قرايبي. بس انا معلش انا مش عايز حد يقول لي خالص عبد الحليم تاني، انا اسف يعني هم اللي بيقولوا، انا مش عايز حد يقول لي عبد الحليم خالص. ليه؟ انا مش هضيع حياتي وافقد حياتي ومستقبلي لمجرد كلمه اتقالت الناس شبهته بيها. انا طبيعتي كده، اسلوبي كده، مش معنى كده ان انا وحش او ده اسلوب عبد الحليم. عبد الحليم ما كانش كده. عبد الحليم فنان الشعب وفنان رمز مصر، ملوش دعوه خالص بالكاركتر ده، وانا قلت ده مليون مره. ولكن مش معنى ان انتوا بقى، يعني انا اسف في التعبير، ان انتوا عايزين تقضوا على انسان او موهبه انسان او تضيعوا انسان لمجرد انه قال ان هو شكل اسطوره. يعني الحقيقه انا تعبت جدا، وكان نفسي ان انتوا تصدقوا دايما ان انا بعيد المدى عن عبد الحليم. وانا ما قلتش ان انا عبد الحليم، الناس بتحب عبد الحليم عشان هو فنان وعظيم، انا مش عبد الحليم وبتبرأ من عبد الحليم في الحته دي، لكن كانسان وفنان طبعا انا بحب عبد الحليم.